قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش انك تصلي على نبينا محمد في التعليقات، وجهز لي بقى نفسك لقصة حالة من الاكشن والمغامرات الشيقة جدا. فمن غير ما اطول عليكم حط اللايك الجامد بتاعك وهات مشروبك ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا بجاك اللي بيحكي لنا انه كان جندي سابق في الجيش وكان محترف جدا في تفكيك الانظمة المعقدة، لكن ده يا صديقي قبل ما تحصل الكارثة الكونية اللي حولت حياة البشرية 180 درجة. وبنعرف ان شعاع شمسي ضرب كوكب الارض ودمر كل التكنولوجيا وحول الحضارة كلها لانقاض لا تصلح حتى للمعيشة. وبعد الكارثة دي اتحول جاك من جندي شريف لصياد كنوز في الاراضي المدمرة، وبدأ يدور على القطع الفنية القديمة عشان يبيعها لاصحاب النفوذ في مقابل بس انه يعيش. وبيعرفنا انه قدر يلاقي اثمن التحف على مر التاريخ سواء كانت على اليابس او في قاع المحيطات. وبنشوف جاك وهو بيتسلل لمبنى قديم لكنه طبعا بيكون منهوب ومتدمر من الصيادين، بس جاك بيقدر بمهاراته الفريدة انه يوصل لغرفة سرية جوه المبنى ده وبيفجر الباب بتاعها بالقنابل. وبيلاقي جوه الغرفة دي خزنة برمز سري لكنه ما بيعتمدش رموز وبيقدر يفتحها بسهولة. وانا كمحمد كنت فاكر انه هياخد الفلوس اللي جواها، بس جاك بيفاجئنا لما بياخد الجيتار. وبنعرف ان التحف في الزمن ده لا تقدر بثمن واغنياء العالم كلهم بيتنافسوا على امتلاكها. بس في الوقت ده بيسمع جاك صوت دوشة بره وبنكتشف انها عصابة كانت مراقباه لحد ما وصل هنا عشان ياخدوا منه الجيتار. فبيضحك جاك وبيقول لهم انه هيديهم الشوت جون لانه احلى من الجيتار 1000 مرة. وبيبدأ يفرتك دماغهم واحد ورا التاني ومفيش حد منهم بيقدر حتى يلمسه. وبالنسبة لزعيمهم جاك كان سايب له قنبلة على السكينة بتاعته وفجر وشه بيها. وبعدها بياخد الجيتار وبيتحرك من المدينة لحد ما بيوصل لقلعة شديدة الحراسة بيملكها شخص ملقب بملك انجلترا. واول ما بيدخل القلعة دي بيشوف مجموعة كبيرة من الناس بيحاولوا يصلحوا أجهزة بدائية خاصة بالموسيقى والفن. فبيطلع جاك يقابل واحدة اسمها فيونيس اللي بتكون مندهشة جدا انه قدر يوصل للجيتار وكمان جابوا ليهم، وده لان معظم اللي بيتكلفوا بالمهمات دي بيموتوا هناك بسبب العصابات والصيادين اللي ما بيرحموش حد. وساعتها فيونيس بتديله شنطة المقتنيات اللي هو طلبها مقابل الجيتار اللي جابه، بس قبل ما يمشي بتعرفه ان الملك عاوزه ينفذ مهمة في الاراضي الفرنسية المحظورة لان مفيش حد هيقدر ينفذها غيره. لكن جاك بيرفض من غير تفكير وبيعرفها انه ممكن يضرب نفسه بالرصاص افضل من انه يروح هناك، وده لان اخطر العصابات هي اللي مسيطرة عليها بالكامل وتعتبر مهمة مستحيلة، وبيسيبها وبيمشي. ولما بتروح تبلغ الملك انه رفض بيقول لها انه لازم يقدم عرض لجاك ما يقدرش يرفضه عشان ينفذ المهمة دي. وبنشوف جاك وهو راجع للقارب اللي عايش فيه وبيكون عامل فخاخ كتيرة جدا عشان لو حد فكر بس يسرقه ويموت في ساعتها. وبنعرف انه مربي كلب هاسكي وبيطلع من الشنطة اللي اخدها من فيونيس اكل وبيديه للكلب بتاعه. ومن ضمن الحاجات اللي جابها جاك هي اسطوانة الاغنية بيحبها جدا وبيفضل يشرب ويسكي وهو بيسمعها لحد ما بيغمى عليه، لكنه بيصحى مفجوع على صوت صريخ. ولما بيطلع بيلاقي واحد متشعلق في المصيدة بتاعته وبيعرف ان الملك هو اللي بعته ليه عشان يقابله. فبيسيبه جاك متشعلق وبيروح يقابل الملك اللي بيقول له ان للاسف مفيش غيره اللي هيقدر ينفذ المهمة بتاعته لانه محترف جدا. بس جاك وقتها بيقاطعه وبيقول له انه مش عاوز حتى يعرف المهمة لانه مش هينفذها. ولما بيسأله الملك عن السبب بيعرفه انه مش هيضحي بحياته عشان واحد زيه بياكل لحمة ستيك والناس الفقراء مش لاقيه تاكل. فبيقول له الملك انه هيخليه من اغنياء القلعة بتاعته هو واي حد يشاور عليه في مقابل انه يجيب له لوحة الموناليزا من الاراضي المحظورة. وساعتها بيضحك جاك وبيعرفه ان فرنسا كانت من اوائل الدول اللي اتدمرت واكيد اللوحة هي كمان اتحولت لرماد. بس الملك بيفهمه ان الحكومة بعد ما الكارثة حصلت خبت اللوحات الفنية والكنوز والاسلحة جوه خزنة سرية، وبيعرفه ان اي حاجة هيحتاجها في المهمة دي هيلاقيها قبل ما يطلبها. ومع ان جاك عارف ان المهمة دي تعتبر مستحيلة لكنه بيوافق وبيرجع لبيته عشان يجهز نفسه. لكن قبل ما يمشي بيطلب من فيونيس انها تعتني بالكلب بتاعه لو حصل له حاجة هناك ومرجعش. ولما بيوصل القلعة بتاعت الملك بيتفاجئ لما بيعرف انه هيسافر لفرنسا بطيارة لان عنده فوبيا منها. بس الملك بيهديه وبيشرح له تفاصيل المهمة والمكان اللي هينزل فيه، وبيعرفه انه هيلاقي هناك فريق مستنيه عشان يساعده في المهمة بتاعته. وبعدها بيروح جاك يركب الطيارة وهو مرعوب منها، لكن جورج الطيار بيطمنه ان الموضوع بسيط جدا. لكن اول ما بيتحركوا بالطيارة بيكتشف جورج ان البنزين هيقضي معاهم نص المسافة بس، وعشان ما يرعبش جاك بيطلب منه يلبس المظلة بتاعته ويكون جاهز من دلوقتي.
دلوقتي. فبينفذ جاك اللي قاله وبيحاول ينام شوية، لكنه بيصحى على صوت ضرب نار بين طيارات فرنسية، وطبعا بيلعن اليوم اللي قابل فيه المهمة وبينط من الطيارة قبل ما تولع بيهم. وأول ما بينزل على الأراضي المحظورة بيلاقي كل حاجة متدمرة وفي جثث بني آدمين متعلقة قدامه، لكن فجأة بتظهر دبابة عنده وبتوجه المدفع بتاعها عليه عشان تقتله. فبيترعب جاك في الوقت اللي بتتضرب قذيفة على الدبابة وبتظهر مجموعة مسلحة وبتفجرها باللي فيها، وبنعرف انهم المتمردين على حكم الجنرال فوليكا اللي بيكون مسيطر على اغلبية الاراضي المحظورة جوه فرنسا. وبنشوفه وهو قاعد بيلعب شطرنج مع واحد غلبان بيكون خايف منه جدا، وبيحكي له الجنرال انه قضى حياته كلها يتعلم اللعبة دي ونافس المحترفين كلهم وكسبهم، وبيقول له ان اللي هيخسر فيهم هيبقى مصيره الموت. فبيكسبوا الواد الغلبان ده، لكن الجنرال بيقتله عشان محدش يعرف انه كسبه. وساعتها بيجي المساعد بتاعه جورين يعرفه ان في طيارة عدت من هنا ونزل منها شخص مجهول. فبيتعصب الجنرال وبيأمره يخلي كل رجالته يقلبوا الدنيا عليه لحد ما يلاقوه ويخلصوا عليه. والصبح بنشوف جاك وهو بيشق طريقه في الاراضي المحظورة وبيحاول يتخفى بين الناس الفقيرة، لكنه بيلاحظ ان في واحد من رجالة الجنرال بيتكلم مع الناس وبيحذرهم من التمرد على اوامر الجنرال فوليكا، وبيأمر زميله انه يقتل الاتنين اللي اتمردوا على الحكم قدام الناس اللي بيترعبوا اكتر ما هم مرعوبين. لكن جاك ما بيكونش متأثر لانه كان متأكد ان الفوضى هنا مالية المكان وبيحاول يبعد عنهم، لكننا بنلاحظ ان في شخص مجهول بيراقبه وهو ماشي. بس حظ جاك الوحش ان رجالة الجنرال بيشوفوه وبيأمروا واحد منهم انه يسلموا الشنطة اللي معاه، لكن جاك ما بيعتمدش كلامه وبيهجم عليهم واحد ورا التاني لحد ما بيقدر يقتلهم كلهم. ولسه هيمشي بيجي زميلهم عشان يقتله، لكنه بيموت على ايد البنت اللي كانت بتراقبه، وبنعرف انها الشخص اللي هيساعده في المهمة وبتعرفه ان اسمها دريا. وبعدها بيتحركوا وهم متخفيين من رجالة الجنرال اللي موجودين في كل مكان وراعبين الدولة كلها، لكن القائد بتاعهم اللي اسمه سيمون بيشوفهم وبيكون شاكك في هويتهم بس ما بيتكلمش. وبعد شوية بتوصل دريا بجاك لكنيسة مهجورة وبتعرفه على الاب شيمون اللي هيساعدهم في المهمة. فبيحكي له جاك اللي حصل معاه من ساعة ما وصل هنا، وطبعا شيمون ما بيكونش مستغرب وبيفهمه ان ده العادي بتاعهم. وبعدها بياخدوا الغرفة سرية وبيوريله العربية اللي هيستخدمها في تنفيذ المهمة، وبيفتح الخريطة وبيرشده للطريق اللي هيمشي منه وبيروح يجهز له العربية. بس دريا بتاخده عشان تعالج الجرح بتاعه الاول وبتعرفه ان ملك انجلترا كلمها عنه كتير وانه وافق بصعوبة انه ينفذ المهمة. فبيقول لها جاك انه اصلا مش واثق فيه، بس هو بيحب المغامرة دايما وده اللي خلاه يقبل المهمة. واثناء كلامهم بيسمعوا صوت بره الكنيسة وبنتفاجئ ان جيش الجنرال فوليكا محاصر المكان كله، وبينزل سيمون يأمرهم يخرجوا الغريب من المكان بدل ما يدمروا باللي فيه. وساعتها بيكون شيمون جاهز العربية وبيأمر جاك انه يتحرك فورا من هنا، وبيطلع يتكلم مع سيمون عشان يشتته وبيعرفه ان مفيش هنا اغراب وانه عايش لوحده. لكن سيمون ما بيصدقوش وبيبعت رجالته يفتشوا المكان، وفعلا بيلاقوا جاك وبيثبتوه بالسلاح. بس وقتها شيمون بيطلع مسدس وبيضرب النار على سيمون، لكنه للاسف بيموت على ايد رجالته. ودريا وقتها بتطلع تشتبك مع رجالة الجنرال وبتقتلهم كلهم، وجاك كان لسه بيحاول يدور العربية. فبتقرر انها تروح معاه بعد موت شيمون، وبيتحركوا بسرعة من المكان وبيحاولوا يهربوا من رجالة الجنرال. وبتكون المطاردة عنيفة وشرسة جدا بينهم، وجاك مصدوم ومش عارف يتصرف ازاي في المصيبة اللي هو فيها. فبتوجهوا دريا لطرق مختصرة، لكن رجالة الجنرال بيكونوا محاصرينهم من جميع النواحي لان البلد كلها بتاعتهم. وعشان كده بيستخدم جاك ذكائه الخارق وبيخلي الدبابات تدمر العربيات اللي كانت بتطارده. وبعد ما نجوا من المدعكة دي بعجوبة بيشقوا طريقهم للمكان اللي هيوصلهم للخزنة السرية. وفي طريقهم بيقرروا يرتاحوا شوية، لكن جاك بيكون عنده فضول يعرف ليه الناس ممكن تضحي بحياتها مقابل لوحة. فبتقول له مش مهم تعرف، المهم انك هتاخد المقابل بتاعك في النهاية. وبتعرفه ان الاب شيمون هو اللي رباها وهو اكتر واحد ضحى بحاجات كتير عشان اللوحة دي. فبيستغرب جاك، ولما بيسألها عن السبب بتقول له ان اللوحة موجودة في مكان مليان اكل وشرب وامدادات كتيرة، بس الاهم من ده كله انهم محتاجين الاسلحة المدمرة اللي فيه عشان يتصدوا لحكم الجنرال الظالم فوليكا. وساعتها بيفهم جاك ان الموضوع كبير وبيقرر يعتزل التمثيل ويرجع للمصارعة تاني. لكن دريا بتضحك عليه لما بتديله مركب صغيرة وبتقول له ان هي عندها مهارة صنع القنابل اللي هيدمروا بيها باب الخزنة السرية. وتاني يوم بنشوف الجنرال فوليكا والمساعد بتاعه وهم بيتكلموا مع سيمون قائد الحرس على اللي حصل في الكنيسة. فبيقول لهم سيمون
بيقولون ان الشخص الغريب كان موجود هناك لكنه فاجئهم بعربية اول مرة يشوفوها هنا، وللأسف قدر يهرب منهم وكان معاه بنت في العربية وهو شافهم وهم بيتجهوا لشرق المدينة. فبيضحك الجنرال ان 2 من المتمردين هم اللي عملوا كل ده وبيخلي جورين يخلص عليه. وفي الناحية التانية بتوصل دريا بجاك لقاعدة عسكرية اطلقوا عليها اسم الجحيم، وبيلاحظ جاك انها متوترة وبيعرف منها ان المساجين اللي كانوا محبوسين هنا اتحولوا من الجوع لاكلي لحوم البشر. فبيتصدم جاك بس طبعا هو مضطر يقتحم المكان لان الخريطة اللي هتوصلهم للخزنة موجودة هنا. وبيفضل ماشي بكل حذر هو ودريا وبيلاقوا اثار دم في كل مكان جوه القاعدة العسكرية، لكنهم بيوصلوا لمكتب القائد وبيبداوا يبحثوا عن الخريطة في كل حتة جواه. وساعتها جاك بيلاقي مذكرة في درج سري لكنه ما بيعرفش يقراها لانها باللغة الفرنسية، بس حظه الحلو ان دريا بتعرف تقراها وبتقدر كمان تحدد من الارقام اللي مكتوبة مكان الخزنة السرية. لكن جاك بيستغرب وبيقول لها اكيد الموضوع مش بالسهولة دي وان ده لغز ولازم يحلوه الاول. وفعلا بيطلع ورقة وبيبدأ يحل اللغز، لكن وقتها بنلاقي ناس مجنونة بتتحرك بسرعة مرعبة ناحية القاعدة العسكرية اللي هم فيها، بس جاك بيقدر يوصل لمكان على الخريطة وبيهرب من اكلي لحوم البشر من الباب الخلفي، وبيكون سايب لهم هدية جامدة شويتين بتخليهم لحمة مشوية جاهزة للأكل على طول. وبعدها بيتحركوا على المكان اللي قدر جاك انه يعرفه من اللغز اللي كان مكتوب في المذكرة. لكن في الوقت ده بيوصل الجنرال بالقطر بتاعه للقاعدة العسكرية وبيخلي رجالته يفتشوا المكان لحد ما بيوصلوا للمذكرة اللي لقاها جاك، والجنرال بيقدر يعرف المكان اللي هم رايحينه. وقبل ما يمشوا بيلاقوا واحد من اكلي لحوم البشر لسه عايش، فبيخلص الجنرال عليه الخزنة وبيتحركوا كلهم ورا جاك ودريا اللي بيكونوا وصلوا للقاعدة العسكرية التانية، لكنهم بيستغربوا ان في كاميرات مراقبة قدام الباب. وطبعا جاك بيشغل دماغه وبيتسلل من الباب اللي ورا وبيفضل ماشي هو ودريا لحد ما بيوصلوا لمركز التحكم، وهناك بيلاقوا خريطة تانية بيقدروا يعرفوا منها المكان اللي موجود فيه الخزنة السرية. لكن العقبة دلوقتي ان الطريق الوحيد للدخول هيكون من خلال ممر التهوية اللي بيكون شغال بالطاقة الشمسية. فبيقرر جاك انه يتحرك لممر التهوية ويحاول ينزل للغرفة عقبال ما دريا تلاقي طريقة تدمر بيها مولدات الطاقة. وبيبدأ جاك يجهز الحبل اللي هينزل بيه وبيربطه كويس وبينزل واحدة واحدة جوه ممر التهوية. وفي الوقت ده كانت دريا وصلت عند المولدات وبتحاول انها تدمرها بسلاح القذايف، واثناء ما جاك نزل بيتفاجئ ان الحبل قرب يتقطع، فبيترعب جدا لانه لو نزل على المروحة هيتعمل بسطرمة. ودريا كانت لسه بتحاول تصوب على المولدات وما بيكونش فاضل معاها غير قذيفة واحدة، فبتقرر انها تركز وفعلا بتقدر تدمر مولدات الطاقة الشمسية في الوقت اللي بيتقطع فيه الحبل بتاع جاك وبيقع جوه الممر. وطبعا ايده كانت على قلبه، لما بيهدى شوية بينزل يستكشف مكان الخزنة السرية اللي بيكون مدخلها تحت المية، ولما بيلاقيها بياخد نفس عميق وبيفضل يعوم لحد ما بيوصل المدخل، لكنه للأسف بيلاقيه مقفول. فبيحاول انه يفتحه بأي طريقة قبل ما نفسه يتقطع، وفي آخر لحظة بيتفتح وبيتنفس تاني وبيقدر أخيرا انه يوصل للمكان السري وبيروح يفتح الباب الرئيسي لدريا. لكن الصدمة الكبيرة لجاك ان رسمة الموناليزا طلعت عبارة عن قنبلة ذرية، واكيد ملك انجلترا عاوز يدمر بيها العالم. بس دريا بتفهمه انهم لو كانوا عرفوه الحقيقة من الاول ما كانش نفذ المهمة معاهم، وبتأكد له ان ملك انجلترا هيستخدم القنبلة دي عشان يبعد الجنرال فوليكا عن طريقه. وبتكشف له انها من المتمردين وقررت تساعد ملك انجلترا عشان تتخلص من الجنرال اللي مستعبد شعبها بالكامل. لكن جاك بيرفض انه يكمل المهمة دي لانهم خدعوه وبياخد العربية وبيقرر يرجع لبلده. ودريا في الوقت ده بتعرف رجالتها المكان اللي هيستلم فيه ملك انجلترا القنبلة وبتديهم مفتاح التشغيل. لكن وهم بينقلوها بيوصل القطر بتاع الجنرال ورجالته بيفتحوا النار على دريا وكل اللي معاها وبيقتلوا فيهم بدون رحمة، وجورين بيطلع بسلاح RPG وبيفجر العربية بتاعتهم. واول ما الجنرال بيشوف القنبلة بيتصدم جدا لانه هيقدر من خلالها انه يسيطر على العالم كله مش فرنسا وبس. وفي الوقت ده بيكون جاك متردد وبيفتكر كلام دريا وبيقرر انه يرجع يساعدهم، بس اول ما بيوصل لهناك بيتصدم جدا لما بيلاقي كل الرجالة ميتة قدامه. لكن وقتها بيسمع صوت دريا وبيلاقيها لسه عايشة لكنها مصابة، فبيحاول انه يعالجها بس هي بتقول له فات الاوان لان القنبلة دلوقتي بقت في ايد الجنرال. لكن جاك بيقول لها انهم قادرين يمنعوه وبيفكرها ان المكان السري مليان اسلحة وذخيرة هتساعدهم في المهمة بتاعتهم. وفعلا بيروح جاك ياخد شوية قنابل من هناك وبيتحركوا هما الاتنين، بس المفاجأة انه فجر المكان السري باللي فيه
دي عشان لو فشلوا محدش يستفيد بالأسلحة والذخيرة. وبيفضلوا ماشيين جنب القطر بتاع الجنرال لحد ما بيوصلوا للكوبري اللي قدامه، وساعتها بينط جاك على القطر وبيحدف قنبلة في عربية الحراس عشان يدمرهم، وبيشتبك مع الباقي وبيقتل فيهم بكل غشامة واحد ورا التاني، وشكلهم كده ما يعرفوش انه كان مسارع وايديه تقيلة. بس فجأة بيظهر جورين وبيهجم عليه بشراسة وبيقدر يكسر عظمه، لكن جاك بيتصدى ليه وبيهبط دماغه في الحديد بتاع القطر عشان يقتله. بس وقتها بيظهر الجنرال وبيضرب النار عليه، لكن الرصاص بيجي في جورين وبيخلص عليه. وساعتها جاك بيهجم عليه وبيحاول يرمي المسدس من ايده، وبتكون درية وصلت للجسر اللي هيعدي عليه القطر وبتبدأ انها تصنع قنبلة عشان تدمره. وجاك في الوقت ده كان قدر يسيطر على الجنرال وبيرشق حديدة في ايده وبيثبته في الطاولة. والجنرال كان فاكر انه هنا عشان القنبلة، بس جاك بيفهمه انه جاي عشان ينقذ البشرية من امثاله وبيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده بينفجر الجسر، وطبعا الجنرال بيتصدم وبيحرر نفسه بسرعة عشان يوقف القطر، لكنه مش بيلحق وبيتصدم القطر في الجسر وبيتدمر بيه. ودريا بتكون مصدومة وبتنادي على جاك وهي حزينة جدا لانه ضحى بحياته عشان ينقذ البشرية، لكنه بيظهر من وراها وبيعرفها انه لسه عايش، وطبعا هي بتفرح جدا وبتحضنه. ولما بيرجع جاك لبلده وبيقابل ملك انجلترا بيعرفه ان مهمته اللعينة اتنفذت بنجاح، وبيقول له ان الموناليزا بتاعته موجودة تحت الجسر المتدمر في فرنسا وبيديله مفتاح تشغيلها. فبيقول له الملك انه كده محتاج شخص اقوى منه عشان يجيب له القنبلة دي، لكن جاك بيصدمه انه مش هيحتاجها لانه خلص على الجنرال فوليكا ورجالته، وبيتمنى انه ما يكونش كلب زيه. فبيفرح الملك بالانجاز اللي قدر يعمله جاك وبيسلمه القارب الجديد اللي اتفقوا عليه وبيتمنى له حياة سعيدة. وبعد كام يوم بنكتشف ان دريا جت معاه للمدينة وقرروا هما الاتنين انهم يتجوزوا ويعيشوا حياة سعيدة سوا. وفي اخر الفيلم بنشوف ملك انجلترا وهو داخل الخزنة السرية بتاعته، وبنكتشف ان لوحة الموناليزا اصلا معاه، فبيحط مفتاح القنبلة عليها وبيديها بوسة وبيمشي. ولحد هنا يا صديقي العزيز بيخلص فيلمنا، واتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو وتقول لنا رايك في قصة الفيلم مع تعليقك الجميل. وطبعا لو اول مرة تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في اسد الملخصات. ده غير ان سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.